اليوم في تمام 9 الزمالك والأهلي. يلا نبدأ. أمرا وليس فضلا، إذا لم يعجبك الفيديو اضغط ديسلايك. بس ايه هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ مش هيصل في الكلام. هي بعد العديد من عمليات البحث والدراسة العلمية لمشاهدة المباراة والبحث في الطبيعة والبحث ما وراء الطبيعة، اكتشفنا ان اول طريقة تتفرج بيها على الماتش هو ان يكون عندك اون سبورت الارضية او بين سبورت. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. وساعتها بقى تبقى محتار، اتفرج على 1 ولا اتفرج على 7، اتفرج على 1 ولا اتفرج على 7، اتفرج على 1 ولا اتفرج على 7. عرف هنا اقعد يا عم، ايه الخنقه دي؟ اعوذ بالله، اقعد يا عم انت وهو، اقعد. ايه تاني طريقة بقى، واللي بعد ما اكتشفتها بدأت المقارنات ما بيني وما بين اينشتاين. فصعق اينشتاين قائلا: والله انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى ايوه. الطريقة دي هي النت. اولا لازم يبقى عندك نت. النت على النت على عينتت عليه. ثانيا يبقى عندك حاجة تشغل النت. كمبيوتر. انا عاوز كمبيوتر. خد ابو كرتون. نتكلم بقى بجد شوية، هتخش من موبايل او لابتوب او كمبيوتر على جوجل، مش محتاجة حاجة يعني. تكتب على جوجل اتفرج على الماتش بين سبورت 1، تختار الاولى قدامك اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ خلص الموضوع. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بس انصحك بقى تتفرج على القناة 7 مش 1، لسببين. اول سبب ان احنا لما لعبنا صن داونز كان على القناة 1، انما لما كسبنا الرجاء كان على 7، فاتفرج على 7 عشان نكسب. ثانيا ان احنا لما نيجي نتفرج على الماتش على 7 مش ناس كتير داخلة على النت، ده الناس اللي هتتفرج على النت، فبالتالي مش هيقطع وكده. ادي اهو لما تيجي تدخل تتفرج على 7 تكتب وتختار اهو. هو مفيش غير واحد، انت تتفرج على واحد وخلاص وما تتعبنا. ماشي. فوز